السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات عود على بدء. حلقتنا النهاردة يا جماعة عن طلاق الفنانة غادة عبد الرازق من العريس رقم 12 وبتدور على العريس رقم 13. صلاة النبي أحسن. لو ربنا كرمني بإنسان محترم بجد ويحبني بجد ويشوف غادة محمد عبد الرازق مش غادة عبد الرازق، ممكن افكر ان اعملها تاني. في ايه يا شيخة؟ حرام عليكي، ده 90% من البنات عندنا مش عارفين يتجوزوا. طب سيبي لهم شويه، طب فوتي لهم حاجه كده من تحت الترابيزه، حرام عليكي، البنات كبرت وهتعنس كده. المهم يا جماعه، غادة عبد الرازق ضربت الرقم القياسي في عدد الازواج طبعا بعد الفنانه والراقصه تحيه كاريوكا وشحروره صباح. بس الفرق بينهم وبين غادة عبد الرازق الاثنين دولت انهم وقفوا عند هذا الرقم. تحيه كاريوكا 12 زوج وشحروره صباح 13 زوج. وقفوا عند كده خلاص لسببين: الاول انهم كبروا وعجزوا، والسبب الثاني والاهم انهم الاثنين ماتوا، فوقف الرقم عند هذا الحد. اما الشحروره بتاعتنا غادة عبد الرازق لسه في عز نعنعها زي ما بيقولوا. تطلع مره تقول عندها 56 سنه مواليد 1966، ومره تقول 46 سنه من مواليد 1976، يعني كل سنه بتصغر 10 سنين. مش هتفرق كتير، يعني دول 10 سنين هيعدوا هوا، يعني عدوها بقى، عديناها. المهم بتدور على العريس رقم 13 ولسه 14 طبعا و15 و16 الخ ولسه ياما في الجراب يا حاوي. وطول ما انت طبال وانا زمار هتجمعنا الافراح والليالي. ويا جماعه على فكره احنا مش معترضين على جوازها ولا طلاقها، احنا معترضين على العدد 12. وبمناسبه العدد بقى نيجي بنبدا بقى بتحيه كاريوكا على السريع كده. تحيه كاريوكا 12 راجل، الله يرحمها، كانت سيده شريفه ومحترمه، ما بتكانش تحب الحرام. حتى وهي في عز مجدها وفي عز شهرتها طلبها الملك فاروق مره لنفسه فتهربت منه. هو نسي طبعا وانشغل بحاجات تانية، نسوان برضه، يعني نسوان بالفنانه كاميليا جميله الجميلات في وقتها. واللي كتر عدد ازواج تحيه كاريوكا كان ايه؟ ان الكل كان طمعان فيها وعايزه ايه في الحرام طبعا، وهي كانت بترفض بشده. فكان اللي يضحك لها بقى وتشوف في عينيه نظره جنسيه كده تقول له تعالى يلا بينا على المأذون، واللي كان يكلمها كلمه حلوه ويغازلها تقول له بينا على المأذون. من اول رشدي اباظه مرورا بمحرم فؤاد، وهنقف وقفه هنا عند محرم فؤاد على السريع كده. محرم فؤاد على فكره هو الزوج ال11 لتحيه كاريوكا، واللي اكتشفته هو لسه عيل صغير 20 سنه جاي مصر بيعرض صوته على المنتجين، فشفطته واحتضنته ودخلته عالم الغناء من اوسع ابوابه. ولانه الله يرحمه كان قليل الاصل على حد قول تحيه كاريوكا نفسها اتنكر لها وطلقها بعد ما اتشهر. من الاخر تحيه كاريوكا هي اللي عملت محرم فؤاد وعملت له كتير، ولانه كان اصغر منها بكتير وعايزه ترضيه باي شكل من الاشكال. وكفايه انها سرقت له اغنيته المشهوره يا وحشني رد عليا، يا وحشني رد عليا ازيك سلامات، ده انا احبك قد عينيا والعمر في حبك فات، سلامات سلامات يا وحشني. ايه ده صوت؟ اعوذ بالله. المهم اللحن ده كان من تلحين فريد الأطرش، واللي كان ملحنها لعبد الحليم مخصوص. فهي قامت راحت من ورا عبد الحليم حافظ، راحت لفريد الأطرش واشترت منه اللحن وقالت له يا عبد الحليم مش محتاج شهرة يا فريد، ده محرم لسه صوت جديد وعايزين نعطوا له فرصة. وفعلا اخذت الاغنيه ديت واعطتها لمحرم فؤاد اللي غناها ونجحت نجاح كبير. بس عبد الحليم حافظ لم ينسى لتحيه كاريوكا هذه الغلطه. المهم اتطلقت من محرم فؤاد، وبعد ما طلقت ربنا وعدها بقى بايه؟ باخر زوج، الزوج ال12 وهو الفنان المحامي فايز حلاوه. ده بقى الزوج اللي خلص منها القديم والجديد.
بعد زواج استمر سنين انتهى كالعادة بالطلاق، وطردها من شقتها بأمر محكمة. ما هو محامي بقى، محامي بأمر محكمة. وهربت من شقتها في نص الليل بقميص النوم من السلم الخلفي بتاع الشغالين، السلم الخلفي بتاع العمارة، ولا معها لا أبيض ولا أسود، سابت كل حاجة. وايه لا كمان ايه، فايز حلاوه اتجوز عليها في نفس شقتها وعلى عفشها وعلى فرشها المذيعه الراحله فريال صالح. اما شحروره صباح الله يرحمها كان نظامها ايه يا جماعه؟ كانوا يسموها في الوسط الفني الله يرحمها خطافه الرجال. كان عليها نظرة عين ورمش وحاجب يخلوا الراجل اللي قدامها يفرفر من اول نظره. مثلا خطفت رشدي اباظه من تحيه كاريوكا، واللي بسبب ذلك تحيه كاريوكا عطت لصباح علقه سخنه بالشبشب لن تنساها صباح ابدا. وحاجه تانية بقى، قصه تانية لصباح على السريع. كان ليها صديقه عزيزه عليها، وكان جوزها بيشتغل دكتور اسنان. المهم راحت صباح يوم من الايام بتشتكي من اسنانها اليمين لصديقتها، قامت بطلبتها كده وسلامه نيه، قامت عاطيه عنوان عياده جوزها لصباح عشان يكشف عليها وموصيه عليها طبعا. المهم راحت صباح للدكتور وكشف عليها، ومن اول جلسه يا جماعه تاني يوم على طول كانت صباح متجوزه جوز صاحبتها. المهم الله يرحمها، الله يرحمهم كلهم. نرجع بقى للشحروره بتاعتنا الفنانه غادة عبد الرازق. بقول لها ايه؟ وحياه ابوك يا شيخه بلاش الجوازه ال 13، احنا خايفين عليكي. رحم المراه عامل زي الكمبيوتر متبرمج ومتشفر من عند ربنا الهي، يعني بيعمل بصمه للكروموزوم الذكري او الحيوان المنوي للرجل بداخل الرحم، بصمه واحده للرجل واحد اللي لما تتجوزه مره واحده وخلاص يبقى ايه الرحم ايه مستقر والدنيا ماشيه حلوه وعلى العال حلو. اما الواحده بتتجوز بقى تاني وتالت ورابع وعاشر البصمات بتتعدد، بيبقى جوه الرحم كام بصمه. البصمات ديت بترهق الرحم وبتعمل خلل في وظائف الرحم وبتؤدي الى سرطان الرحم، وبعد كده هنتفاجئ انك لازم تشيلي ايه الرحم. واحنا مش عايزين نوصل للدرجه دي ولا الحاله دي، وفي الاخر ما نقدرش نقول غير ربنا يهديكي يا غاده يا عبد الرازق. اصدقائي الاعزاء، فضلا وليس امرا، لو الحلقه دي اعجبتكم عمل لايك وعمل اشتراك في القناه ليصلكم مني كل ما هو جديد وغريب. تحياتي لكم، اخوكم عبد الرازق محمد.